الزمالك والاتحاد النهارده كان ماتش صعب على الزمالك. النهارده الماتشات الصعبه اللي احنا عديناها الحمد لله. النهارده فوزنا فوز تجاري. يعني ايه فوز تجاري؟ يعني انت النهارده يا معلم ما لعبتش بس كسبت. ودي ميزه انك لما تكون وحش بتعرف تكسب. واوعى حد يضحك عليك ويقول لك انت النهارده ما لعبتش ولا مش عارف ايه. لا يا باشا، انا النهارده كسبت وخدت الثلاثه بونت ووصلت النقطه 43 والفوز الثامن على التوالي. يا فرحتي لما العب النهارده البرازيل بتلعب يا عم وخسرت ولا اتعادلت. استفدت ايه؟ هيضحكوا عليا. لكن النهارده انا كسبت الثلاثه بونت حتى لو باداء وحش. ودي اول نقطه لازم نتكلم فيها. نيجي بقى للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه التشكيل ما عنديش فيه اي مشكله. تمام. هو حاجه واحده بس، وجود العاق. مين العاق؟ شيكوبانزا. شيكوبانزا انا اشدت ليه الماتش اللي فات. قلت ان هو ادى الدور اللي عمله كويس جدا في الربع ساعه ولا تلت ساعه اللي لعبها في ماتش بيراميدز. تمام. واشدت بيه وطلعت له كمان حالات له، وقلت ان هو كان فشيخ الماتش اللي فات. حلو. الماتش ده ما ينفعش يا كابتن معتمد تبتدي بشيكو بنزا. شيكو بنزا اخر ربع ساعه تلت ساعه ده اخره. لكن انك تبتدي بيه، اعرف ان الجبهه اللي يلعب فيها ميته، مش موجوده، نايمه، نايمه على اخرها. والنهارده كان هجوميا ضايع. مفيش فنتات، مفيش مهارات، مفيش ترقيص، مفيش باصات كلها غلط. مفيش اي حاجه عملها خالص من الناحيه الهجوميه. من الناحيه الدفاعيه لاعب كسول دفاعيا. مره يدافع مره ما يدافعش. حتى كمان كان كل الرفعات كلها ناحيه جبهه بنتايك هو وشيكو بنز. فالنهارده هو ما كانش بيأدي دوره كويس. دي كانت مشكله بالنسبه لي ان انا اشوف شيكو بنزا بيبتدي. نخش بقى على الماتش بالنسبه لي احنا لعبنا اول 10 دقائق. اول 10 دقائق بس كنا ماسكين الكره فيها، كنا بنهاجم الاتحاد. بعد 10 دقائق وبعد ما جبنا الجون، ولازم نتكلم على الجون والاسيست الجامد بتاع فتوح. ازاي يكون عندك لاعب خط وسط هجومي يعني حريف بيعرف يعمل اسيستات بالمقاس، عنده سنس لانه حريف، عنده سنس الرفعه. ازاي يحط لك كوره بالحلاوه دي لناصر منسي، وناصر منسي عنده كمان حركه يعني حلاوه اسيست فتوح ما بانش الا بتحرك ناصر منسي. ناصر منسي اتحرك تحرك ولا اروع، كسر التسدد وحط الجون بشكل ولا اروع. وهنا الاثنين بيكملوا بعض، الاسيست والجون، فتوح وناصر منسي. جبنا الجون من هنا يا معلم، وانسى بقى زي كل مره بيجيب جون ونرجع. ترجع ليه؟ ما تكمل يا بيه، كمل في الضغط بتاعك، خلص الماتش. لا، رجعنا ولعيبه الاتحاد مسكوا شويه الكوره علينا لحد الدقيقه ما جت 30. لحد الدقيقه 30 حصل ايه؟ طرد لاعب الاتحاد. قلت الحمد لله، مع اني من جوايا كنت متاكد ان الحكم مش هيسيبك طول الماتش، مش هيسيبك والله ما هيسيبك، لانك خلاص يا باشا انت طرد لك واحد بقى. ما تفتحش بقك حتى لو عمل لك ايه، اوعى تفتح بقك سواء بقى فاولات اي حاجه. ما تفتحش بقك، انا طارد لك لاعب من عندهم. قلت كده في دماغي. يمر كام دقيقه وما يكدبش خبر. محمد شحاته يعني اقول ايه بس يعني بخبره قليله، مع انه لاعب تقيل المفروض عنده خبره. المفروض ده انت وكره ميته مالهاش اي 30 لازمه. طب ليه شحاته كده؟ ليه الاهمال دوت؟ دي كره اهمال، هو مش متعمد بس فيها اهمال. انك تدخل عليها بتدعم الاتحاد في كره تافهه زي دي وتخسرنا يعني في تفوقنا العددي. وفي نفس الوقت الماتش كان ماشي في سكه ان احنا بقى نكسب مستريح. لا، الماتش اتعقد بقى خلاص يا باشا، ما هو هيطردك خلاص بقى، بقيت زيك زيه. انتهت. ولو كمان خسرت نفسك الماتش اللي في جاي كمان. يعني محمد شحاته مش معانا الماتش الجاي، والدنيا احنا اصلا مش ناقصين ان ما يكونش عندنا لعيب. لا، هو كمان يطرد. فقله خبره، قله خبره. هقول ايه قله خبره مع انه لعيب المفروض ان عنده خبرات، بس هقول برضه قله خبره. اتطرد محمد شحاته، الشوط انتهى بتقدمنا 1-0.
نيجي بقى للشوط التاني، والشوط التاني انا ما لقيتش عبد الله السعيد، ودي حاجه بالنسبه لي ما كانتش حلوه، لان عبد الله السعيد هو اللي بيربط برضه خط الوسط بخط الهجوم، هو اللاعب اللي بينزل بين الخطوط وبيعرف ازاي يستلم الكره ويحولها قدام. من غيره هيبقى الوصل يعني الوصله مقطوعه بين خط النص وخط الهجوم. فعبد الله السعيد ما كانش موجود ونزل مكانه احمد ربيع. احمد ربيع ما عنديش مشكله، انا عارف دماغ كابتن معتمد جمال. احمد ربيع لسه حيوي وشباب، عبد الله السعيد مع السن، وفي نفس الوقت احنا مطلوب مننا عندنا لاعب، وهم مطلوب عندهم لاعب، وفي نفس الوقت الملعب محتاج في نص ملعب حركه نشاط، فاحمد ربيع نزل. انا مقدر الحته دي، بس ما كانش برضو ينفع ان طلع عبد الله السعيد بالسرعه دي، كنت ممكن اصبر عليه شويه. تمام. هنا احمد ربيع قعدنا من احمد ربيع وفتوح كان في نص الملعب، قعدنا بقى من اول الدقيقه 45 لحد الدقيقه 70 الاتحاد ماسك الكوره. الاتحاد ماسك الكوره علينا، احنا مش موجودين من اول الدقيقه 45 لحد الدقيقه 70. وهنا قرر كابتن معتمد جمال ان هو يغير. برضه عاوز اقول لكم حاجه، هو غير مين؟ غير فتوح وغير شيكوبانزا. شيكوبانزا المفروض كان يطلع من الماتش اللي فات، تمام، لكن فتوح خرج ليه؟ فتوح برضه هو لاعب خط نص يا جماعه هجومي، مش زي محمد شحات، مش بيقطع الكرات ويلتحم، ما عندوش الحته دي قوي. لكن فتوح خرج عشان كده ان هو لاعب خط وسط هجومي، كان بيسد مكانه محمد شحات، كان مسد مكانه محمد شحاته. محمد شحاته اتطرد فالحته بقت فاضيه، الملعب بقى فاضي في خط النص، فلاعبي الاتحاد هم اللي مسكوا خط النص عليك. تمام. فهنا قرر كابتن معتمد جمال ينزل محمد السيد في نص الملعب ويلعب مع احمد ربيع، وفي نفس الوقت يلعب عدي الدباغ مكان شيكوبانزا، والجبهه دي اتظبطت بعد ما كانت مفتوحه من ناحيه شيكوبانزا، وعدي الدباغ ادى الدور الدفاعي 100%. سد من الناحيه الدفاعيه، سيبك من الناحيه الهجوميه، لكن هو من الناحيه الدفاعيه سدها. وبرضه محمد السيد عمل التوازن في خط النص، الملعب كان مايل ناحيه الزمالك، لا بدا يتعدل شويه بعد النزوع وداي الدباغ ومحمد السيد. ورجعنا تاني نمسك كوره ونهدد مرمى الاتحاد اللي من بعد الدقيقه 45 لحد الدقيقه 70 احنا ما لناش تواجد. رجع لينا تاني الكوره معانا من جديد، وبقى لينا شكل من تاني. برضو جت كوره لخوات بتزيرة. مشكله خوات بتزيرة ان هو بيضيع، يعني عنده كل حاجه جامده الا الفينش عاوز يتدرب عليه بشكل محترم، محتاج حد يعرفوا ازاي تفنش صح. لاعب جامد خرافي ما شاء الله عليه، بس عنده فينش زفت لازم يتدرب على انه يفنش صح. هي كوره جت لاخوات بتزرع في اخر الماتش، كان ممكن نخلص الماتش ونخلص، بس الحمد لله ربنا كرمنا وخلص الماتش 1-0. هم طبعا الاتحاد كان لهم كره او كورتين جم في العارضه، يعني من الاخر الماتش خلص وطلعنا من الماتش الصعب دوت ب3 بونت، وربنا كرمنا في النهايه. برضو بفكركم اوعى حد يقول ان احنا ما لعبناش، اهم حاجه دلوقتي ال3 بونت، بنبص على ال3 بونت وبس. وماتش انبي الجاي لازم برضو حتى لو ما لعبناش، بص يا باشا على ال3 بونت، خدهم واجري. جبتهم ازاي؟ ماليش فيه، اهم حاجه انك تجيب ال3 بونت. مبروك المكسب، عقبال الماتش الجاي ان شاء الله. مبروك يا زملكاويه، السلام عليكم.